هذا الكاتب العمومي يا سيدي شنو كيدير؟ هذا الكاتب العمومي على لا كيدير حاجه واحده، هو انه كيسمع لك الحكي ديالك وكيكتب لك ورقه رسميه اللي كتمشي بها للمحكمه باش تعطي يعني بشنو المشكل اللي واقع وشنو نتايا فايش سامح وشنو عاطي وكذا وهذه وهذه. كاتب عمومي يا سيدي باش تاخذ من عنده ديك الورقه كتخلص ليه واحد القدر ديال الفلوس باش يكتب لك ديك الورقه. هاد الورقه هذه كتقام عليك ب 50 درهم. ما عرفتش انا نتوما كيفاش كتشوفوا هاد 50 درهم، ولكن بالنسبه لي انا باش مشيت عند كاتب عمومي شخصيا وقالت لي 50 درهم جاتني في شكل. قلت لها دابا طابيتي لي ورقه شي حاجه اللي نقدر نطابيها انا راسي ونخلصك 50 درهم. راه باش تكتب بداك الاسلوب ما خاصكش غير تكون عندك السانكيام نيفو ديال السانكيام ولا السيزيام وتكون مجهد في العربيه في اللغه العربيه الفصحى. خاصك 5 سنين ديال الاكسبيريونس في ذاك الدومين باش انك تقدر تولي كاتب عمومي وتقدر تعطي الوراق اللي غيقراو من عند القاضي ديريكتوم. منين سمعت هاد الهضره كامله وشرحت لي وفهمتني وكذا وهذه انا بقات فيا شخصيا بقات فيا. علاش؟ لان ملي سولتها انا شحال من واحد كيجي عندك في النهار وشحال من واحد كيجي عندك في الشهر وشحال كيوصلك انت في الصالير ديالك. يعني السيده خدامه في مكتبه جالسه كاري لها مول المكتبه واحد البيرو صغيور عندها بيسي كطابي لك المسائل ديالك 50 درهم. ملي سولتها شحال كتجي في الشهر قالت لي 2500 درهم ماكسيموم. يعني هذا راه شهر زهر. دابا تخيلوا معايا نتوما هذا الانسان هذا بهذا النيفو هذا وبهذه الخدمه هذه اللي جد مهمه، يعني ورقه رسميه كتعطى للقاضي كتصايب 50 درهم. وما كيهمش 50 درهم 100 درهم 200 درهم، اللي كيهم هو الصالير ديال داك السيد ولا ديك السيده اللي ملي كيسالي الشهر ديالو كيشد 2500 درهم. عيب وعار حشومه. عطيتها 50 درهم من حكات لي هادشي كامل زدتها 50 درهم اخرى. وكنتمنى ان المغاربه كلهم يتضامنوا مع هاد الناس هادو والامين ديال هاد الناس هادو يطلع الثمن ديال هاد الوثيقه هادي او موان تطلع ل 100 درهم، ما تبقاش ب 30 درهم، ما تبقاش ب 50 درهم. الا جينا نهضروا على بحال هاد الدومين هذا في امريكان ولا في اوروبا ولا فين ما بغيتي، هذا سميتو باراليغال. يعني الناس اللي كيكتبوا يعني ماشي الباراليغال بصفه عامه ولكن جزء من الباراليغال. هاد الناس هادو اللي خدامين في الباراليغال في امريكان مثلا كيتقاضاو 50 مليون حتى ل 200 مليون في العام. الا قسمتيها على الشهر ضرب الحساب اخويا وشوف شنو كاين. يعني خدمه محترمه، الناس كيجدوا واحد الصالير ولكن تيخدموا تما. كاين الخدمه كاين الروتين. حتى حنايا كون كانت الخدمه كثيره كون كان هاد الناس هادو قلال، يعني كل مدينه فيها كاتب عمومي واحد غيكون تيشد 20000 درهم، ما يكونش كيشد 2500 درهم. ولكن حيت هاد الكتاب العموميين كثار وكذا وكذا خصنا حنا شخصيا نتضامنوا معاهم. يعني بلاصه ما تعطيه 50 درهم عطيه 100 درهم، عطيه 200 درهم. الا سخاك الله عطيه، الا عندك باش عطيه. وكنتمنى ان ماشي غير المواطن اللي كيعطي يسمع هاد الهضره هادي، كنتمنى الناس اللي كيديسيديو في هاد الاثمنه هادو اللي كيتخلصوا مع هاد السيد هذا ولا هاد السيده يراعيو باللي ظروف الحياه راه صعابت، باللي واحد السيد اللي محترم وتيكتب لك ورقه رسميه على الاقل خصو واحد 5000 درهم في الشهر. راه حشومه عيب وعار. السيد اللي تيكتب لك ورقه باش تمشي بها عند القاضي كيتخلص على 2500 درهم في الشهر. كنتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو. كيف ديما ما بغيت منكم لا لايك لا سبسكرايب، بغيتكم غير تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، تبارطاجيوه مع الناس اللي عزاز عليكم، مع الناس اللي ما كتحملوهمش كاع. بارطاجيو وصلات عنبي. كومونطيو الى عندكم افكار، الى عندكم دي سيتوياسيون ديالكم شخصيا بغيتوني نهضر عليهم، الا عندكم شي خدمه كتشوفوا راسكم مظلومين فيها بارطاجيو معايا. انا بغيت غير ندوي على الحق ديال بزاف ديال الناس. بغيت تبداو معايا النقاش. كاين لي كومونتير ديال اليوتيوب، كاين الانستغرام راه هو في الديسكريبسيون، دخلوا عندي طرحوا عليا اسئله. مرحبا والف مرحبا. تحياتي.